The speaker Slavoris Jure. بيان إلى الرأي العام. دخلت الأزمة السورية مرحلة جديدة بالغة التعقيد بعد شن الدولة التركية غزوها لشمال وشرق سوريا عشية 9 أكتوبر 2019 في حملة أطلقت عليها نبع السلام مدعومة بفصائل مسلحة موالية لها تحت اسم الجيش الوطني السوري بذريعة حماية الأمن القومي التركي وحدودها الجنوبية، وبحجة إعادة توطين الملايين من اللاجئين السوريين في تركيا فيها، وإقامة منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا الآمنة بالأصل والأكثر استقراراً على كامل الجغرافية السورية. تركيا المتذرعة بحجج واهية تقوم بانتهاك سيادة دولة جارة متجاهلة كافة الأخلاقيات والعهود والمواثيق الدولية، ترتكب جرائم بحق المدنيين والشعب الأعزل. هذا الشعب الذي قدم أكثر من 11 شهيدا في مقاومة منقطعة النظير في وجه القوى الظلامية والتكفيرية الإرهابية ودكها في آخر معاقلها نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله، واستطاع تأمين الملاذ الآمن لمئات الآلاف من النازحين السوريين واللاجئين من دول الجوار كالعراقيين الهاربين من بطش داعش من موصل وشنغال وسهل نينوى. الدولة التركية بغزوها لشمال وشرق سوريا تهدف إلى إعادة أمجادها وتحقيق حلم بناء إمبراطورية عثمانية جديدة وإحياء ميثاقها الملي، فبدأت بتطبيق مشروعها بدفع ميليشيات الجيش الحر وجبهة النصرة إلى روج آفا وتحديدا إلى مدينة سريكانيا عام 2012، والتي انتصرت بفضل مقاومة أبناء روج آفا التي أسست قوات محلية أسمتها فيما بعد يبهجي. ومن ثم قامت تركيا بفتح الطريق أمام دولة الخلافة لدخول كوباني عام 2014 ومساندتها ودعمها بكافة الوسائل الممكنة، واحتضان واحتواء فصائل المعارضة السورية المسلحة وتوجيهها نحو تحقيق مآرب لها في المنطقة واحتلال مناطق في سوريا كجرابلس والباب وأعزاز والسيطرة على أدلب، ولم تتوقف عند احتلال عفرين ولا تزال ماضية في تحقيق مشروعها التوسعي لإكمال مخططاتها. إن الضبابية والتعقيد الذي يلف السياسة الدولية حيال الغزو التركي لشمال وشرق سوريا يظهر واضحا وجليا من خلال ازدواجية المعايير والتناقض على الساحة الإقليمية والدولية. فتركيا العضو في الناتو تستخدم كافة أسلحته المتطورة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا وتسخر إمكانات الناتو وتكنولوجياته لخدمة أهدافها وضد شعب وقوات من المفروض أنها حليفة للناتو في حربه ضد الإرهاب، وفي ظل تجاهل وغض بصر من قبل النظام السوري وحليفته روسيا عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري في شمال وشرق سوريا. التجاهل التركي لاتفاقيتي وقف إطلاق النار والاستمرار بقصف المدن والقرى إنما يدل على تواطؤ كامل من كافة القوى الإقليمية والدولية لزعزعة الاستقرار والأمن فيها وإضعافها إلى مرحلة الانصياع لكافة الشروط التي تناسبها، إلا أن المقاومة البطولية التي تبديها قوات قسد وبدور طليعي لقوات حماية المرأة يبهج قلبت الموازين وخلطت الأوراق فيما بين الأعداء والحلفاء ودفعت إلى كشف الحقيقة الدموية للنظام التركي وبقيادة أردوغان للرأي العام العالمي، وأدت إلى تعاطف المجتمع الدولي والحركات التحررية النسائية ومنظمات المرأة على وجه الخصوص مع القضية الكردية كشعب مظلوم مضطهد ويعيش خطر الإبادة الجماعية، وكقوة منظمة على الأرض قاومت تفشي الإرهاب الراديكالي وسعت لبناء مجتمع ديمقراطي. إن الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها الدولة التركية تدل وبشكل واضح على علاقتها بالفصائل المسلحة المصنفة على قوائم الإرهاب عالميا وتبنيها الفكر المتطرف ودعمها له. لم يعد خفيا أن الدولة التركية بعدوانها لشمال وشرق سوريا إنما تستهدف المشروع الديمقراطي المقام فيها على يد أبنائها من مختلف المكونات الذين انتهجوا الديمقراطية مبدأ وأخوة الشعوب طريقا، والذي كان للمرأة فيه دور بارز، فثورة روج آفا سميت بثورة المرأة، تلك المرأة التي استطاعت تنظيم نفسها وبرعت في كل الميادين التي خاضتها السياسية الإدارية الاقتصادية والعسكرية، حتى أصبحت مثالا يقتدى به عالميا، وأصبحت الأيقونة التي تشرف كل نساء الأرض، وقطعت أشواطا واسعة على درب نضال المرأة ومقاومتها في سبيل حريتها ورسم معالم حقيقية لكيانها المجتمعي.
ولكنها بالمقابل باتت تشكل الخطر الأكبر على القوى الرجعية والظلامية وعلى أصحاب الفكر الراديكالي، ومنها النظام التركي الذي ما زال يعيش مرارة هزيمته وأزلامه من الدواعش في كوباني والرقة على يد نساء روجافا. لقد اختار المرأة ومقاومتها الهدف الأكبر لطغيانه وجبروته، فكان أن وجه بنادقه إلى صدور النساء محاولا النيل من نجاحها وتفوقها. إنما اقترفته داعش في شنغال بحق نساء اليزيديات من قتل وسبي واغتصاب وبيع في أسواق النخاسة يتكرر في شمال وشرق سوريا، ويعاد فتح أسواق النخاسة لبيع النساء في مدينة عنتاب التركية على مرأى ومسمع للمجتمع الدولي، ويتكرر مشهد القتل والتهجير والتنكيل بنساء شمال وشرق سوريا على يد الجيش التركي والفصائل الموالية له. إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا كممثلات عن النساء من مختلف المكونات نندد ونستنكر العدوان التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف المرأة بشكل خاص، وندعو المجتمع الدولي الذي يدعي احترام حقوق المرأة والطفل الوقوف مليا أمام الأفعال التي ترتكبها آلة القتل التركية 2347 والذي يعتبر جريمة حرب. مادة 19 تم استهداف الإعلاميين في 13/2/2019 المتوجهين إلى سريكانية مع قافلة المدنيين، مما أسفر عن إصابة واستشهاد عدد منهم كاستشهاد مراسل وكالة أنباء هوار سعد أحمد. وفي يوم 12/2 أصيب مراسل فضائية روناهي تي في دليار جزيري أثناء تغطيته لمجريات الأحداث، كما أن نيرانه طالت مراسلة جن تي في زوزان رمضان بركل في انتهاك صارخ للمادة 79 من بروتوكول جنيف 1977، والذي يقضي بحماية الصحفيين ومنحهم حق التواجد في مناطق المنازعات. 1. تنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المتفق عليها في وقت سابق والانسحاب الكامل والفوري من جميع مناطق شمال وشرق سوريا. 2. فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا لحماية المدنيين. 3. إعادة المهجرين قسرا من سكان المناطق المحتلة في سريكانية وغريسبي وريفهم، وبضمانات دولية لمنع مشروع التغيير الديمغرافي الذي تخطط له الدولة التركية. 4. إرسال قوات دولية محايدة إلى مناطق شمال وشرق سوريا لإيقاف العدوان التركي على المنطقة.